انت بالنسبه لهم سلعه. تعال اقول لك ازاي تكسب $1000 في الاسبوع. لا تتمنى انك تحيا حياة شخص اخر. فلوس كتيره جدا في وقت قليل جدا من غير اي مجهود. كل واحد ميسر انه يشيل شيلته مبدئيا كده. لا دي هتحصل ولا انت هتعمل كذا. الكدبه التانيه التوفل او الايلتس، وهتلاقي دور الشهادات في حياتك ضئيل جدا جدا. دولت كانوا اكتر 5 اكاذيب هتشوفهم في حياتك. هينز بلانترو. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ اول كذبه وهي الشهادات. لقيت ان كذبه الشهادات دي منتشره بشكل كبير جدا بين الطلبه والخريجين، اللي هو انا لازم يكون معايا شهادات كتيره جدا في السي في بتاعي. وبلاقي ناس مش قليله بتقعد تسال هو انا لو خلصت الكورس ده هيديني شهاده؟ طب الشهاده دي بتكون معتمده؟ كل ده ملهوش اي اعتبار، او بالاصح ملهوش اي لازمه. وتعالى اثبت لك ازاي. دلوقتي لو احنا مثلا عندنا في الشركه بتاعتنا طالبين محاسب بيعرف يشتغل على برنامج الاكسل، وتقدم للوظيفه دي 2. واحد منهم كاتب في السي في بتاعه ان هو واخد كورس اكسل من المكان الفلاني ومعاه شهاده بتثبت كده، وواحد تاني كاتب في السي في بتاعه ان هو بيعرف يشتغل على الاكسل بس معهوش ما يثبت ذلك. وجينا عملنا مقابله لاول شخص، لقينا ان هو معلوماته عن الاكسل ضعيفه، او ان هو اصلا مش عارف عنه معلومات كافيه تقدر تفيده في الشغل بتاعه. في حين ان التاني لما جينا عملنا له مقابله لقينا ان هو كويس جدا وهيأدي الغرض اللي احنا عاوزينه. فهل اوافق على اول واحد عشان هو معاه شهاده، ولا هوافق على التاني؟ فعشان كده بقول لك الشهادات ملهاش لازمه بالشكل اللي انتم متصورينه. بلاقي ناس للاسف بتقعد تجري ورا المسميات وحته الشهاده والشهاده معتمده، وفي الاخر ده كله ملهوش اي اعتبار. لما تيجي تشتغل، او مثلا لما تيجي تروح وتعمل مقابله، هيجي يسالك بتعرف تعمل ايه؟ اشتغلت فين قبل كده؟ بتعرف تشتغل على ايه؟ دي الاسئله اللي فعلا لازم تلاقي اجابه ليها. فانت بلاش تجري ورا حته المسميات والشهاده المعتمده، لان للاسف في اماكن بتستغل النقطه دي وتقعد تيجي تقول لك ايه، تعالى وهتاخد معانا الكورس الفلاني، والمفاجاه ان الكورس ده ليه شهاده معتمده ومجانا، وكل ده عشان ياخد من وراك فلوس. فبلاش تهتموا اكتر من اللازم بحته الشهادات، وهتلاقي دور الشهادات في حياتك ضئيل جدا جدا. يعني مثلا ممكن تلاقي مكان او منحه او اي مؤسسه ممكن تيجي تسالك وانت مثلا بتقدم تبعهم على مثلا شهاده مثلا زي مثلا التوفل او الايلتس. في شهادات معينه بتبقى فعلا مهمه، لكن في حياتك الطبيعيه والعمليه مش هتلاقي ان انت محتاج لحته الشهادات دي. الكذبه التانيه لما يحصل كذا انا هعمل كذا. بص مبدئيا كده، لا دي هتحصل ولا انت هتعمل كذا. بلاش تستنى او بلاش تبني حاجة انت عايز تعملها على حاجة تانية، لان الظروف المثالية ما بتجيش، انت اللي بتخلق الظروف المثالية بتاعتك. اتحرك، ابدأ يا حبيبي، ابدأ يا بابا. فانت هتقعد مستني طول عمرك ان الحاجه دي تحصل عشان تعمل الحاجه دي، وفي الاخر هتضيع وقت كبير جدا وانت اللي خسران. لا الحاجه دي هتيجي ولا انت هتعمل الحاجه التانية دي. يعني مثلا انا اول لما هتخرج هطور نفسي من الانجليزي. طب ما تطور من نفسك من دلوقتي، انت مستني ليه ان انت تتخرج؟ عشان بكل بساطه انت لما هتيجي وهتتخرج هتلاقي مثلا قدامك جيش، بعد الجيش هتلاقي نفسك دخلت في الحياه العمليه والسحله بتاعت الشغل، بعد كده هتلاقي نفسك اللي انت عاوز تكون نفسك. فانت هتلاقي في اولويات تانية جت وركنت حته مثلا ان انت تطور نفسك في الانجليزي. فهتلاقي في كل مرحله في حياتك ليها اولوياتها. للاسف كل واحد مننا بيبص تحت رجليه مش عارف ايه اللي هيجي قدام. فانت استغل كل مرحله في وقتها. انت لو عايز تعمل حاجه اعملها في وقتها، ما تستناش لما يحصل كذا عشان تعمل كذا، لان في حاجات هتيجي انت ما بتكونش عارف انها جايه، او مثلا ما بتكونش عارف عنها حاجه. فانت ما تبنيش حاجه على حاجه. لو عايز حاجه اعملها دلوقتي. if you want something just do it. بكره هعمل دي بكره. دي جملة بنقولها ياما لنفسنا عشان بس نماطل في الحاجة من غير أي مبررات. وخليك فاكر الحاجة دي لو ما عملتش النهاردة فأنت لا هتعملها بكرة ولا بعده، لأن بكرة وبعده دولت ليهم حاجات هتتعمل فيهم. في حاجات مقدرة إنها تتعمل بكرة وبعده. كل يوم في حياتنا مقدر إن هو هتحصل فيه حاجات معينة. فأنت بلاش إن أنت تزحم على نفسك وتضغط على نفسك، عشان في الاخر هتلاقي نفسك انت اللي خسران. فانت خلي كل حاجه احسن في وقتها، بلاش تماطل في الحاجه وتاجلها لوقت تاني. الكدبه رقم 4، يا ريتني اكون مكان فلان. بلاقي ناس للاسف بتتمنى انها تكون مكان شخص تاني عشان بس هو شايف جزء من حياته كويس، وفي الحقيقه انت مش شايف حياته كلها، انت شايف جزء صغير جدا من حياته. كل واحد انت بتشوفه قدامك حياته مليانه بالهموم والمشاكل. ما تفتكرش ان هو بس عشان بين لك الجزء كويس من حياته فحياته كلها ماشيه على النمط ده. لو انت فعلا جربت حياته مش هتستحملها. من الاخر كل واحد ميسر انه يشيل شيلته. فانت بلاش الموضوع يغريك وان انت عشان شايف الجزء الكويس من حياته فانت معنى كده ان حياته كلها كويسه. وخليني اسلط
الضوء على الناس اللي هم بتوع السوشيال ميديا. دلوقتي بقينا نشوف ناس ياما جدا على السوشيال ميديا تلاقي مثلا حياتهم اتغيرت للاحسن، ومثلا بقى بيجيب فيلا كل فتره، بيغير العربيه بتاعته، بيسافر المالديف اللي هي اصلا كنا نسمع عنها ان الناس اللي بيروحوا هناك اللي هم عندهم ثراء فاحش، وان المكان ده اصلا صعب ان حد يروحه. فاوعى تفتكر ان الناس دي حياتها ما فيهاش مشاكل ولا فيها اي هموم. انت لو جربت فعلا حياتهم هتتمنى ان انت ترجع لحياتك العاديه. لا تتمنى انك تحيا حياة شخص اخر، لانك ما انت عارف الامه هذه تقدر تتقبلها ولا لا. حتى لو انت شايفه غني وكويس ومبسوط، ممكن يكون يعني عنده الم صحي جسدي ما تطيقه انت لو جاك. تعال اقول لك ازاي تكسب $1000 في الاسبوع. دي الكذبه رقم 5، ودي بقى من اكتر الطرق اللي بقت منتشره جدا الايام دي. وبيكون الغرض للاسف من الطريقه دي ان هو يجيب فلوس من وراك. يا ريته بيجيب فلوس من ورايا وبيعلمني فعلا ازاي ان انا اقدر اجيب فلوس. تيجي مثلا تسمع الكلام اللي هو بيقوله، تلاقي يا اما الكلام بتاعه ناقص، او هو اصلا ما جربش الطريقه دي، هو بس مجرد سمع عنها فجاي يقول لك الطريقه، او مثلا جاي يديك عناوين وانت بقى تخش تخبط مع نفسك. او مثلا الطريقه اللي هو بيقول لك عليها دي صعبه جدا 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 ان حد يعملها. من الاخر بتلاقيه بيأفور الموضوع عشان بس يكسب من وراك. للاسف حاليا بقى في نوع من الناس، نوع عايز يجيب فلوس كتيره جدا في وقت قليل جدا من غير اي مجهود، ونوع تاني عايز يستغل الفئه دي عشان يحقق اغراضه هو ويجيب مكاسب لنفسه. لان للاسف انت بالنسبه لهم سلعه، وفي الاخر بيديك المعلومه يا اما ناقصه او اصلا غلط. الشهاده لما يحصل كذا هعمل كذا بكره، يا ريتني اكون مكانه، وازاي تكسب فلوس كتيره في وقت قليل. دولت كانوا اكتر 5 اكاذيب هتشوفهم في حياتك. جينا لفقره سبيشال اندنج. من القصص الرائعه جدا قصه حكيم صيني. كان معروف ان في حكيم صيني، ففي ناس راحوا له وكان كل واحد منهم عنده مشكله، فقال لهم كل واحد يكتب مشكلته في ورقه ويحطها في الصندوق ده. وفعلا كل واحد كتب المشكله بتاعته في ورقه وحطها في الصندوق ده، وقال لهم تعالوا لي بعد اسبوع. جم بعد اسبوع فقال لهم كل واحد يسحب الورقه اللي هو عايزها من الصندوق. راح اول واحد للصندوق وطلع منه اول ورقه، قراها وسابها. طلع تاني ورقه وقراها وسابها. قال له انت بتعمل ايه؟ قال له لا انا عايز المشكله بتاعتي. دخل تاني واحد برضو عمل نفس الكلام، قال له انت بتعمل ايه؟ قال له لا انا عايز المشكله بتاعتي. ايه المغزى من القصه دي؟ كل واحد عندنا عنده مشاكل في حياته، وكل واحد مننا شايف ان مشكلته هي اكبر مشكله، ولكن فعلا لو جيت شفت مشاكل غيرك هتلاقي ان انت احسن من غيرك بكتير. من الاخر ربنا حاطط كل واحد في الحياه اللي هو فعلا يستحملها، في المشاكل والبيئه اللي هو فعلا يقدر عليها. فانت مهما كان عندك مشاكل، مهما كان عندك ظروف، الظروف دي احسن بكتير من الظروف اللي عند غيرك. انت تقدر باذن الله انت تحل المشاكل اللي انت فيها. انا خلصت.